بسم الله الرحمن الرحيم. خالد شاهين، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والإدارة جامعة ماردين أرتوكلو إشلت مابولوم، ومساعد أو نائب رئيس قسم دراسات بيت المقدس في فلسطين والقدس في جامعة ماردين. وحقيقة في هذه المناسبة مناسبة أن مر على طوفان الأقصى 3 سنوات، نحن بفضل الله تعالى من هذا المكان نقدم هذا الدعم المعرفي لإخواننا في طوفان الأقصى وللقدس ولفلسطين عامة، حيث أننا نعرف أن الإعداد المعرفي هو الأساس والأرضية التي ينبني عليها الإعداد السياسي، ثم بعد ذلك ينبني عليها الإعداد العسكري والجهاد. فلذلك تقوم جامعتنا جامعة ماردين أرتوكلو يونيفرسيتي بهذا الدور الكبير، إعدادها المعرفي لطلابها ولمحيطها ولكل الباحثين والعلماء، حتى نعرف أن هذا الإعداد المعرفي من غيره لا نستطيع أن ننتصر على هذا العدو الغاشم الذي يستخدم أحدث التقنيات وأحدث العلوم في حربه مع قضيتنا وفي احتلاله لأرضنا ولمقدساتنا. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الدور وأن نقوم به بإذن الله تعالى على أكمل وجه. أما بالنسبة لخطة ترامب الأخيرة هذه، فهي لا تعني الفلسطينيين ولا تعني غزة بشيء، وله هدف وحيد من هذه الخطة، ألا وهو أن يكون في أول المصطفين للحصول على جائزة نوبل للسلام. فهو لا يريد وقفا للحرب، ولا يريد حقنا للدماء، ولا يريد أن يكون رحيما بالأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون في كل يوم. والدليل على ذلك أنه ينتظر هذا اليوم 10 أكتوبر حتى يتم الإعلان عن من هو الفائز بجائزة نوبل للسلام، وثم بعد ذلك يحدث في غزة ما يحدث. والدليل على ذلك بعد أن قدمت حماس ردها على اقتراحه وعلى خطته، قبلها دون نقاش ودون تفسير ودون مناقشة معهم. ولذلك هو فقط يريد أن يأخذ هذه الصورة أو هذه اللقطة التي تسجل له اهتمامه بالسلام حتى يفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه لا يريد حرية لغزة، لا يريد حقنا للدماء، لا يريد وقفا للحرب، لا يريد توقيف التهجير الجبري لأهل غزة. وهذا هو كل ما يريده ترامب من خطته، هدف شخصي له، وإن الله مع الصابرين.